إذن حياكم الله ومساكم الله بالخير يا أهلنا وناسنا الطيبين. بالتأكيد يسعدنا ويشرفنا أن نطلع على مسامعكم الكريمة بهذا المساء الجميل وحلقة جميلة من حلقات برنامج مشاعر، هذا البرنامج المختص بالأدب الشعبي العراقي. اليوم ضيفنا مبدع من مبدعي محافظة ميسان، له حضور مميز في الساحة الشعرية وخصوصا في المهرجانات والأماسي واللقاءات التلفزيونية والإذاعية. اليوم ضيفنا من السلام، وبتحية الإسلام نرحب به ونقول له الله بالخير أستاذ مصطفى النوري. والعافية أستاذ محمد الحبيب والقريب من القلب. شكرا لشرف هذه الدعوة، وشكرا لكرم الضيافة. إن شاء الله أكون خفيف الظل عليك وعلى المستمعين الكرام. أنت دائما خفيف الظل ودائما مبدع، الله يحفظك أستاذ، ومتألق. بداية وقبل كل التفاصيل خلي نعرف أهلنا بالسلام شلونهم. والسلام ناحية مو؟ ناحية بالضبط، ناحية تابعة لقضاء الميمونة. نعم. الحمد لله بخير هنا. السلام تمرض ولا تموت إن شاء الله، ما بعض تموت التفاصيل، وإن شاء الله عدله بأهلها وناسها. أنا عشت فترة بحكم الدوام بذيك المنطقة، منطقة الميمونة والسلام وسيد أحمد، يعني من أطيب الناس وأكرم الناس. وإذا تحدثنا عن الشجاعة فهم عناوين، وإذا تحدثنا بالمروءة فهم أهل مروءة، بغض النظر عن المشاكل اللي يصير بالمنطقة. طبعا بالتأكيد هي ما تمثل الكل، أكيد. أشياء تفاصيل هاي تصير بكل المناطق، وإن شاء الله إحنا أهل وأخوة. هاي التفاصيل يعني تفاصيل مصارين البطن تتارك بشكل عام. إحنا نستنكر أكيد طبعا وما نقبل بهذه الممارسات وهذه العدوانيات. نريد نعيش بسلام ومحبة، وهي مدينة السلام، وهي مدينة السلام. أحسنت. يعني من المدن المثقفة بالعراق هي مدينة السلام والميمونة، وخرجت للعراق العديد من القامات الأدبية والثقافية حسب الشيخ جعفر مثلا، ناخذه كنموذج فخر للعراق جميعا، لكل العراقيين طبعا. يعني عندما يتحدثون عن قاماتهم الأدبية والفنية أول ما يذكر حسب الشيخ جعفر. صحيح. تمام. وإذا ردنا نعد أسماء فبالتأكيد رادنا وقت طويل جدا. جواد الحمراني أسماء كثيرة يعني طبعا. بالسياسة وبالرياضة وبالشعر وبالأدب والفنون الأخرى. فتحية لكل أهلنا بالسلام، وإن شاء الله صوتنا يوصل لهم إن شاء الله، ونقول لهم إحنا دائما نحبكم ودائما نريدكم بسلام وأمان إن شاء الله. أستاذ مصطفى، بداية خلينا نروح للشعر ونسمع قصيدة حتى لا يأخذنا الوقت. عيوني لك أستاذ. يقول يلي تسموني المدلل، نعم، متعود على اللجمات، لا توصوني ما أزعل. لطيف. يلي تسموني المدلل، متعود على اللجمات، لا توصوني ما أزعل. ذبلتوني رغمانة كنت صندل، عافية. تيهتوني وانا كنت دل وصرت عيبندل. لطيف. وعلي لو غير ما يصبر قبل ينشل، وعلي لو غير ما يصبر قبل ينشل. كبير على العرب لو شيخ يوم انذل، وانا ويا خصامكم زينب وصعد التل. لا بي يسكت وانظلم، لا بي يقترح فد حل، ولا ربكم علي فد يوم يتلفت وجهي هل. حد ما صوفرت جرويت طب الحيل، وبصبح وبعين الصبح چل. حد ما صوفرت جرويت طب الحيل، وبشوف الصبح چل. وقابلكم سنابل وانتو كن منجل. لطيف. اقابلكم سنابل وانتو كن منجل، وغم واحدكم وما يسوى ترس خال بذنه وصحته المعدل. الله. مرات الهدم مريود المهدل، علي تهدى الهدم لجل الوصية بيوم، وتعلعل ترى تعلعل. هذول انتم بشر، شاش احكي عن نصل. اريد اعرف لنقطع للبشر بيكم وحيد الدل. يل حتى الحكي من حلوك
منكم كنسل شمس الدهر مرت نشفت مقفاي ما منكم الصاير ظل. الله. قلت لا ذولا ربعي وهلي ومو شمات بس منكم سمعت الحل. الله. وكذبت على شوف وسمعي لا نبيت قالوا خل بعيون الدمع شلال قام يهل. قلت غلطة بألف للشاطر وميزل ليش أزعل ليش أزعل. جميل جدا يا حبيبي. جميل جدا يا مصطفى. الله يحفظك. يا رائع. أنا يعني من خلال القصيدة تنقلت بي بأرياف السلام وأجواءها ومناخها وبيئتها. يعني مرة توصف نفسك بأنه أنت سنبل وهم منجل يصيرون. يعني أنت جميل، وصف جميل. هذا التصوير الشعري بالتأكيد يدل على شعرية جميلة. أتمنى لك التوفيق يا مصطفى. الشعر بشكل عام هو وصف حتى نميزه من الكلام العادي. احنا شلون نقدر نميز الكلام العادي ما يدور بالمجتمع من الشعر؟ هو الشعر بالنتيجة هو كلام طبعا، صح؟ هذا كلام وهذا كلام. شلون نميز هذا شعر وهذا كلام؟ أستاذ أكو هي المسميات. يقول سمي الشاعر شاعرا لأنه يستشعر مشاعر الآخرين ويترجمها إلى أبيات مقفات. تمام. فمن هذا التعريف المبسط فالشعر هو بيت مقفى وترجمة وليس نقل. نعم. يعني أنا اليوم من أريد أنقل لفت حالة ما أجيبها مثل ما هي، لازم يكون أكو فد تصوير، أكو فد تشبيه بأشياء أخرى حتى أوصل إذن هنا دخلنا أستاذ مصطفى بالتصوير والتشبيه حتى ينقل الكلام من كلام عادي إلى شعر. صح؟ أكيد. التصوير الشعري، الانزياح، التشبيه بالضبط، الاستعارة مو أكيد. والوصف بحد ذاته لأنه هو الشعر وصف طبعا. هو تشبيه الشيء بالشيء الآخر وبث الروح في الجماد مو أكيد. إضافة إلى ما تحدثنا له الاستعارة والتورية وغيرها من الانزياحات طبعا. الشعرية. أنت هنا تكون شاعر أستاذ. أما إذا أني مثلا أكو هم يطرحون أنفسهم شعراء بس ينطيك الفكرة الموضوع مثل ما هو، فهنا هو يكون مو شاعر. نعم. يكون شلون ما نقول كاتب للشعر. يعني أكو مدرسة من ضمن المدارس الشعرية اللي هي المدرسة التعليمية اللي هي خالية أو بعيدة كل البعد من العاطفة والخيال. طبعا مو أكيد. إذا جردت الشاعر من الوصف داخل العاطفة ناظم شعر. صح، يصير ناظم. أحسنت. ناظم. هاي اللي ما أدركتني بها الذاكرة المفردة هسه. إذن خلينا نسمع قصيدة يا مصطفى. يقول ليش الزمن ياخذ ياها ود. ليش الزمن ياخذ ياها ود تمادوا بالحزن ما عرف حد. منو مثل اللي يظل كل ليلة سهران وتنقع بواكية المخد لطيف ويقلبها ويحط راسه ويون حيل لحد ما صوته بد ما يبقى عنده. الله الله. أنا شفت البواكي تحومر جفون شنو بس أنا شق جفني ويخده. أنا اللي يقول ما بد الفرح يوم بس كذاب طبعا هو بد. السبب يخجل لأن يطلب فرح دوم ويشوف الحزن والهم فوق ند. النفا حتى الورد حد ما لعب قال مو يا ورد لا يا ضيم شد. مو يا ورد لا يا ضيم شد. لا صاحب يظل لا ظلت أحباب اللي يفارقنش عجب ما تصح لرد. أنا طبع الصمت بالشدة معلوم وبس راح وصرخت شلون شد.
مثل مطلوب ثار مخلص السنين، ولا واحد بقال البد بسد. الله. مثل مطلوب ثار مخلص السنين، ولا واحد بقال البد بسد. يلاحقني شبحهم وين ما اروح، اللي يباوع لي يقول اللبس جلد. اللي يباوع لي جميل، يقول اللبس جلد. جميل جدا يا مصطفى، ابدات. يا حبيبي. خلينا نروح للسلام والميمونه وسيد احمد الرفاعي. اي ليش هذا الركود وما نشوف حركه شعريه بهاي المناطق؟ والله استاذ، احنا سبق وسولفنا بهذا الموضوع. نعم. باللقاء السابق. الشعراء موجودين، الابداع موجود، المتلقي موجود. وسولفنا ببداية الحلقة عن أنه السلام هي ولادة للشعراء والفنانين والذائقة. نعم. مشكلتنا بالإعلام، يعني أكو أماسي تقام، أكو شعراء موجودين يكتبون، بس تعرف أنه السلام هي قلنا ناحية تابعة لقضاء الميمونة. نعم. فهي لا بقضاء الميمونة حتى إعلام الميمونة يستغلها إعلاميا، ولا قريبة بعد 45 كيلو عن مركز المحافظة، عن مكان تواجدنا حاليا. فهو بالإعلام الشعراء موجودين كإنترنت وصفحات. فمثلا أبو شمس الكريماوي، نعم، علي الشاطي، نعم، موجودين كإنترنت، تلقاهم بالفيسبوك، بالإنستغرام، بالتيك توك، بس فضاء إعلامي وقنوات يوتيوب أيضا موجودين، بس مو بكثرة، نظرا إلى أنه أنا اليوم شو وقت تدعيني مثلا العمارة، مركز العمارة مثلا، خلينا نقول منتدانا، منتدى الجوهرة، كم مرة دعاني؟ ما يدعيني مرة أو مرتين. نعم. جزاهم الله خير. البصرة، الناصرية، كذا. فإحنا موجودين بهاي المهرجانات اللي إحنا ندعى إليها. أنا ما أجي اليوم أفرض على أستاذ محمد أنه تعال. زين، ليش ما مثلا شعراء هاي المناطق الثلاثة يجتمعون يشكلوا لهم منتدى، قد يكونون 15-20 شاعر، أكو لو ماكو؟ المنتدى موجود، منتدى سلاميون. خلاص. أي. ليش ما تفعلوا؟ قلت لك مفعل، والأماسي موجودة، بس الإعلام يعني دائما يبحث عن المؤثر أستاذ مصطفى. متى ما كانت أماسي مؤثرة وأخذت الجانب الإيجابي والجمالي، فهو الإعلام راح يجي. الإعلام ما له علاقة. أنا اليوم بالبيت عندي موبايلي وأباوع على مواقع التواصل الاجتماعي، فأشوف مقاطع شعر، ما أعرف هذا المقطع وين، بالحلة، بالعمارة، بالسلام، بالموصل، تمام. فالشعر المؤثر يوصل وتتلاقى الناس، لكن آلية إقامة الأماسي قد تكون مو صحيحة. أقول لك نعم، احتمال. الدعوات بشكل صحيح ما جاي تتنفذ، أقول لك ممكن، بس الإعلام غايب. لا، الإعلام ما له دخل. دائما الأشياء المؤثرة يتلاقى في الإعلام ويتداولها بين الناس. بلي، بس قلت لك المنطقة الجغرافية يعني بالسلام قاعدة هواي، يعني مثلا كانت شبكة فنية ورصيف ثقافي، غطت قناة دجلة الفضائية ليوم واحد، وهو شلون شارع المتنبي كل جمعة. فقلت لك الإعلام يجيك يوصلك، أوكي، بس هو مو دائما يجيك، يعني تصدف صدفة. انتم اعتمدوا على قناة يوتيوب وبيجات الفيسبوك والانستغرام والتيك توك افضل من القنوات الفضائية. قلت لك هم موجودين على التيك توك، موجودين على اليوتيوب. شو فرق السلام مثلا؟ ناحية السلام شنو فرقها عن ناحية علي الشرجي؟ ماكو فرق. هاي تبعد 50 أو 60 كيلو، وهاي تبعد أيضا نفس المسافة. علي الشرجي أكو بمنتدى ويقيم أماسي على مستوى العراق، وأماسي تتفعل بشكل جيد جدا، وعندهم نشاط وحركة أدبية رائعة، وأنا أحييهم طبعا. أنا أقول مثل التجربة اللي بعلي الشرجي ممكن ننقلها للسلام والمجر والمشرح والكحلاء، وبالنتيجة نقدر نخلق من شبابنا أسماء مهمة ممكن باكر نفتخر بهم ويكونون جزء من المكتبة الشعبية الميسانية.
إن شاء الله. والله هذا اللي نطمح له إحنا أكيد كناحية وكشعراء. تنهض بيكم أنتم إذا إن أنت شاء كنت قاعد بمكانك ما تتحرك وما تحفز الآخرين وصديقك أيضا بهذا الشكل، النتيجة راح يكون هذا الركود. أنا آخذ قصيدة من جنابك حتى نروح الفاصل يا مصطفى. يقول: راح أحكي لك قصة تخص تمام. بعين بهجرك ما ظل فص. أوه. فص عيني بجيت بهجرانك وقلبي بيظل بسمس. راح أحكي لك قصة تخص بعيني بهجرك ما ظل فص. فص عيني بجيت بهجرانك وقلبي بيظل بس نص. يا قلبك كلش قاس وخلبصن بعادة خلبص، مثل اللي يغزل بس مسودا شارب همين ويرعص. قضتها العشاق محاضة ليلتهم وانا تحرمص، قلت اترك كل شو اتناسه بس حبك بي مجنص. رضتني الشمات ببعدك صاروا مثل اصحاب الرص، قوم رسوا نبيهم الى الارض. نعم. رصتني الشمات ببعدك صاروا مثل اصحاب الرص، وانا الما كنت اقدر احجي وكن بحلق 100 شص. طلع شريانات غيابك حسيت الدم بي ينمص، قد ما صاير يابس بعدك حلق الفقرة بضوقي غص. لطيف. قد ما صاير يابس بعدك حلق الفقرة بضوقي غص. مرة تعديت انت بصفي وشبعت من الواد مقص، عصيت من الفشل هنا وحتى الجلد تخيل عص. ما راح احكي لك اي كلمة بس راح اقرا لك فد نص. راح احكي لك قصة تخص بعين بهجرك ما ظل فص. أحسنت. فص عين بجيت بهجرانك وقلبي بيظل بس. أحسنت وابتعت. أستاذ مصطفى حتى ترتاح وتشرب مي ناخذ فاصل يا روحي ونرجع نكمل شعرنا وحوارنا مع جنابك الكريم. إذا أعزائي مستمعي الأوفياء فاصل وراجعي لكم بقيانا. عودة لضيفنا الشاعر العزيز والمبدع السيد مصطفى النوري. أهلا وسهلا وحياك وبياك. الله يحيي أصلك. بعيدا عن الشعر شنو اهتماماتك أستاذ مصطفى؟ والله يعني ناشط مدني وقارئ نهم للأدب الروسي. جيد. يعني من اهتماماتك المطالعة. المطالعة أكيد. والعمل الإنساني، ناشط بالعمل الإنساني لو بأي اتجاه؟ أي الحمد لله. ناشط تابع لفريق تطوعي بمديرية الشباب والرياضة، فريق العمل التطوعي اسمه فريق أثر طيب. ماشي. يعني هو شنو اهتمامكم به؟ أعمالكم اللي تقدموها؟ الأعمال متنوعة. شنو اللي موجود؟ مثلا قبل فترة اشتغلنا تشجير جيد لإحدى المدارس ولفرع مديرية شباب ورياضة ميسان بناحية السلام. جيد. أي وأيضا عندنا مبادرات لذوي الإعاقة وكبار السن. جيد. ومرضى السرطان أيضا زرناهم. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقك. المطالعة وبعد رياضة شلونك بيها؟ لا مو رياضي. مو رياضي. لأنه أنا وقتي كله لو أكتب لو أقرأ لو يعني طالع ب ما شاء الله نشاط مدني والحمد لله. ما شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. الله يحفظك في عمرك. جيت أسألك سؤال بس ما ارتحرجك، خليك بعيد من الإحراجات. شو تقول؟ لا أقول كيف حيدر أحرجه لو ما أحرجه؟ أحرجه. حيدر كيف؟ مواقع التواصل الاجتماعي بلي هواي من الشعراء نشوفهم متواجدين خاصة بالتيك توك، يبث مباشر ويصيح الليل كله كبس كبس. هذا التكبيس بشنو راح يفيد الشاعر؟ وهل تواجده بالتيك توك أو مواقع التواصل الاجتماعي بهذا العدد الهائل من الساعات راح يقدمه للجمهور، يعرف الجمهور بيه لو يقتل وقته، وبالنتيجة راح يلقى نفسه بدون منجز؟ شوف أستاذ، خلينا نتفق أنه الزيادة كالنقصان طبعا.
وكل شيء بهاي الحياة هو نسبي. نعم. يعني أنا اليوم اللي أشوفه فشي مو زين برأيي يجوز أنت لا تشوفه شيء زين طبعا. وأنت عندك دليلك وأنا عندي، يعني ما حد غلطان. يجوز من نقعد يجوز لو أنت تقنعني لو أنا أقنعك. نعم. لأن كل من له دليله. فشبكة التواصل الاجتماعي هو الشاعر ابن البيئة اللي هو موجود بها وابن المجتمع، ومثل ما أسلفنا بالتعريف أنه يترجم مشاعر الناس. نعم. هذول الناس أنا اليوم يسمعني أبو 70، يسمعني أبو 30، فأكيدا لازم أوصل لجيل 2000 أو جيل زت إن صح التعبير اللي يسموه. فأنت من حقك أن توصل. بقت طريقة الوصول شلون؟ طريقة الوصول أنت تحددها. التيك توك حال الفيسبوك، الانستغرام وغيرها. بس شلون نقول برزت النماذج الغير لائقة به أكثر من باقي البرامج. يعني أنت تلقى مثلا أنا خلينا نقول أنا تلقاني على التيك توك، تلقاني على انستغرام، وتلقاني على غير مكان. الانستغرام يعني اللي طاغى عليه هو الأخبار والإعلام والأعمار اللي موجودة هي من 18 فما فوق. أما التيك توك فهو يعتبر الأقل من 18 سنة. فاللي موجودين يتعاملون ويا هيك عمر ما يساعدك إذا أنت كنت مثقف أو كذا. فللأسف البعض انجرفوا لهذا الموضوع والسبب مادي. يعني جنابك الكريم قلت قبل شوية أنه هو يترجم مشاعر الناس، وهذا اللي يترجم مشاعر الناس انه القاه باث مباشر وطاق له بيضه بوجهه وتارس وجهه طحين. مو احنا جايين قلت لك يعني هذا شلون احترمه وشلون يترجم مشاعري؟ يعني انا جيتك قلت لك من وصله للتيك توك. التيك توك وصوله هسه قبل لا انت تتحدث قلت لك سبب وصولهم للتيك توك ودخولهم للتيك توك هو للاسف سبب مادي. نعم. انت اليوم من تروح للتيك توك وهذا شيء واقع، يعني اذا ما تكون حاشاك تافه ما تصعد. فالمفروض أنت أما أدخل كمصطفى النوري شاعر وكاتب وروائي وناشط مدني أنشر أشعاري ونشاطاتي وأموري وأكون مثل ما أني، أو يا أخي ما أدخل. يعني حرامات نشوف بعض الأسماء الكبيرة يعني وتصعد وي فاشينيستات وي بنات ويسائلها. يعني أكو اسم كبير تم الإساءة له البث من البثوث وهو اسم والله حلو. فالمفروض منه انه يكون مثل ما هو بالتيك توك، مو يعني فهو الخلل من الشخص مو من البرنامج. خلينا نسمع قصيدة يا مصطفى. يقول تعبان اريد انك تجي ثق بالله كاتن البكي من التعب ما بي ينتجي يا فرقتك شتالة. تعبان اريد انك تجي ثق بالله كاتن البكي من الدمع ما بي من التعب ما بي ينتجي يا فرقتك شتالة. مثل المقرم ما قمت والمشكلة والبيحر تشنع لقاع الطف صرت فوق ركبة خياله توسل النفس بسرت تجرة وهم يبس ريقي وأبد ما قمت أحس قلبي اللي يدق شماله. بدموع رويت الصبخ وأنا القلت ما يوم أطخ حبك ثبت ما عد مخ لو عد ما أدناله لو عد ما أدناله وهنا يمن ما كنت ظن ما راح أغن كنا وكنت وكلال. انت انتبد ما تغيرت بس انا مو انا صرت يم المراية تحيرت ما اعرف وصف الحالة والشفته ما شافه بشر ثوب ووجه شابع نقر محروث كنا من القهر مو تجاعيد اشواله شوين 20 انقضن ما لحقت شبسا مضن
عاد على شافي لما ظن ما لمض عمر رجاله. لطيف. عاد على شافي لما ظن ما لمض عمر رجاله. أنا اللي ضيعت العمر، أنا اللي ضيعت العمر بالعشق سهار الفجر. ما حس بيت أن ينهجر قلبي وأذوق هماله. قلبك علي ما حاسبك، ما ناقشك، ما عاتبك، ما ذكر عشرتنا ارتبك. ما قالك ارحم حاله، ما قالك ارحم حاله. شاو الضمير شماله عي، ما شاف نوحي ومدمعي. شن مروة واصلت السعي. هلبت رفقي ناله، هلبت رفقي ناله. عمي عمي رحمه وحاله عمي. ايش هاي صاير بيه؟ مرة متجر. بويا بويا يا اهل يرحم حاله. شلون نجيك للسلام؟ اجيب لي ناس وجي شلون؟ تشرف. هذا ذاك اللقاء قلت لك محتاج اجيتك السلام. الله يحفظك. اي والله يا استاذ مصطفى مثل ما قلت حياك وابدعت يا عزيزي. تسلم مشاعرك وعاش احساسك. الله يعزك. الشعر الجميل يدخل القلب بدون استئذان. اكيد. والانسان اللي يعبر عن مشاعره بشكل صادق بالتاكيد يكون على كل القلوب قريب طبعا، وتتفاعل ويا القلوب بشكل سليم. احسنت. ما يخرج من القلب يصل الى القلب. احسنت. من وابناء جيلك وبأي سنة بديت تكتب شعر؟ اني بديت بسن مبكر صراحة، لانه احنا من عائلة مثقفة وشعرية، وطبعا بيت سيد نور. والنعم. الله يحفظك. خالي حسين السيد نور. والنعم. تحياتنا لشاعرنا الكبير استاذ حسين. اعمامي عمي الاوسط هو كان صحفي وقتها، وهم عنده فد مساحة بالكتابة، بس ما طارح نفسه كشاعر. فاني تربيت بهاي البيئة. جيد. انه كنت اقرا كتب. طبعا هاي يعني ورثتها عن عمي، يعني تربية عمي قراءة الكتب والكذا. كنا نقرأ سوا ويحب الشعر. قرأت الله يرحمه رحيم المالكي، كتاب رحيم المالكي الديوان مالته أول ما انطبع وصلنا. فبديت بال2010 كأول محاولة شعرية. زين. اي كتبت لي سيدي ومولاي أبا الفضل العباس. سلام الله. نقدر نقول مقطوعة، كوني يعني ما كنت أعرف الوزن والقافية وهذه التفاصيل. بس يعني لعظمة هذه الشخصية وتأثيرها وقربها منا كسادة، عم السادة الإمام العباس. وتعرف هاي الإحساس اللي تحسه أنت وأحد الأئمة المعصومين، هم كلهم مقدرين وأئمتنا بعد أساس ديننا. بس مرات تلقى شخص يقول لك أنا قريب من الإمام علي، نعم، أطلب حاجتي من الإمام العباس. أشخاص وي أم البنين سلام الله عليها. فوالدتي يعني الإمام العباس مثل رفيق لها. الله يحفظه. فأنت يعني قلت لك أنا البيت أجي يم عمي روايات وكذا هاي، والوالدة تسولف عن الإمام العباس، وإحنا من بيت يعني أما خطيب منبر معمم أو شاعر حسيني أو هذه التفاصيل. فربيت بهذا الجو، يعني جو هو ثقافي، هو فني، هو تاريخي وكذا. فبديت بالشعر الحسيني بال2010 قصيدة الإمام العباس عليه السلام. بعدين كتبت عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، واسترسلت إلى أن وصلنا 2014 دخول الدولة اللا إسلامية داعش. فكتبت للقوات الأمنية والحشد الشعبي وغيرها، واسترسلت بعد وكتبت الوجداني، وإلى الآن موفق إن شاء الله. الله إن شاء الله التوفيق دائما والنجاح. وأنا مكالمة ناخذها ونقول ألو، حياك الله وأهلا وسهلا. وحيضا باك أبو العز، وسلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بعد قلبي. تسلم قلبك. تحية إليك وضيفك السيد النوري. الله يحفظك. الله يحفظك. وتحية للمخرج العبودي. أحسنت. ملا شاكر صح؟
خادمك يا هلا بهالصوت الحلو. بعد روحي. تسلم روحك، سمعنا صارنا هواي. وعندكم بوفاة ام البنين سلام الله عليها. الله يبارك فيك ويحفظك. ايش قالت لزينب بالمدينة؟ اي قالت لها منعته يوم ولد حيود دهري، يما ولد حيود دهري منعتهم شباب وشب زماني. منعته يوم كون انعوا يا زينب، منعتهم كون انعوا يا زينب، منعته يوم لحد ما يقعد العباس ليم. يا حبيبي قالت له ما اريد صوتك فدليل وحيل، ما اريد يا بن حزم حسين شلون، ما اريد على الاربع اخبار القلب، ما راد اخبار عن شبل الزكي. يحفظك ان شاء الله. عاش احساس بيطر عليك. حفظك ام البنين ان شاء الله يا مله. بعد روحي. تحيه مره ثانيه للمخرج وللضيفك وكل متابعي الاوفياء. بعد روحي. طال عمرك والف هلا، الف هلا بالمله العزيز. استاذ مصطفى، تطرقت على موضوع داعش والحشد، وتعرف احنا هذه الفتره او هذه الحقبه أعطينا الكثير من الشهداء والقادة والجرحى من أجل وحدة العراق ومن أجل سيادة البلد. تمام؟ أنتم كشعراء كتبتوا على هذه البطولات، قدرتوا أن تخلدون بعض المواقف البطولية اللي قدموها. أكيد. طبعا قلت لك بهذه الفترة يعني الشاعر الحقيقي برز. نعم. لأنه هو أصل الشعر هو العاطفة. نعم. والحب، وأعظم درجات الحب هي حب الوطن. صح. وحب الوطن من الإيمان. نعم. فذيك الفترة طلعت الشاعر الحقيقي، لأن الشاعر اللي ما كتب عن ذيك الفترة فهو يعني نشكك ببطنيته أيضا. مو؟ نعم. لأنه أنت شنو ممكن يحرك قريحتك الشعرية أكثر من اللي صار بمناطقنا الغربية والتفاصيل اللي حدثت. نعم. فأكيد كتبت عن قصة أنه شخص رجع من الدوام. نعم. ولقى والده على فراش الموت. زين. فهاي شنو ورا ما رجع يعني من الحرب منتصر، فبشره. فهو شي يقول له على فراش الكدر بو يرد وصيك، على فراش المرض بو يرد وصيك، واريد نكون موتا وافتخر بيك، إذا خطار جاك وفارغ البيت جوع أهلك وشبع الوصل ليك. عافية. وقبل ما يحجكون بصفه يلقاك، ما ريدك تخيبل ينده عليك، روحك قبل قاعك ساعة الضيج، روحك قبل قاعك ساعة الضيج، ترى الصاحب أخو هيك أنا ربيك. نعم. وجهه مكفى ملقى تشوفك الناس، أريدك شايل طباع الشبابيك. لطيف. وجهه مكفى ملقى تشوفك الناس، أريدك شايل طباع الشبابيك، وواقف موت لا تتتش على القاع، أريد القاع تتتش على طاريك. عافية. واقف موت لا تتتش على القاع، أريد القاع تتتش على طاريك، واريدك بالكلافة جفوف عباس، مسنع كون ما واحد يوازيك، ومثل ميزان واضبط بالدواوين، أريدك كون تدرس محاكيك، ومثل حيدر علي بجنته والبير. الإمام علي عليه السلام كان يضع رأسه في بئر بالدار ويبكي،
ومثل حيدر علي بجنته والبير، ما ريد أحد يعرف بواجيك. خل مشيك وسط لا تعلى عن الناس، ولا تخليها وتدوس بخواجيك. ماشي الكل يا ابويا وبالك تعوف، واحد سبب حكي الناس معليك. علي حاكم الدنيا وماكو مسكين، وعلى المنبر يسمون احذر شبيك. ناعور انت لما تغرق تعيش، ناعور انت لما تغرق تعيش. لا تتوقع من الناس لشريك، مد ايدك لإلهك هو والقاع، مد ايدك لإلهك هو والقاع. مد ايدك لإلهك لا تطخ راس الغيرة وهو حور العين يطيب. أحسنت. الغيرة وهو حور العين. أحسنت أحسنت أحسنت. عاش إحساسك يا مصطفى، وبارك الله بيك على هذه المشاعر. فدول عمرك الله يخليك. وإن شاء الله مثل هذه الكلمات وهذه نعتبرها وصية من أب إلى ابن، مو أكيد. مفاهيم وقيم جميلة. احنا ما بقى عندنا من الوقت إلا شيء قليل. خليني أسألك على ألوان الشعر الشعبي مثل الزهيري، الأبوذية، الداربي. عندك اهتمام به لو اهتمامك بس بالقصيدة؟ لا طبعا. أنا شوف بلقاء سابق قلت لك أنه الدارمي أنا أحس بأصعب ألوان الشعر الشعبي. نعم. فكل من ينكتب، لأن أنت عندك بيتين نعم. لازم تضمن بها فكرة وصورة وكذا، ما يعني مثل ما أسلفنا عن اللي ينظم الشعر. طب أي واحد يقدر يكتب دارمي شلون ما كان، بس هذا دارمي. نعم. هذا لازم أنت سطرين. الأبوذية عندك 3 سطور وقفض، القصيدة مثل ما أسلفنا استرسالات وكذا. فالدارمي إلى ناسه كتبته يعني، بس كتابة متواضعة، لا أزعم أني زين. والأبوذية؟ والأبوذية أكيد. خلينا نسمع اللي كاتبه من أبوذيات ودارميات. اللي كاتبه أرد أسأل أهل الشور والمرة وبضيج، ليش التحب يصير سلاية بالريج. الله الله الله، جميل. إي والخلق جبريل والسير الغيم، مو مي مطر دنياي تمطر علي ضيم. اي والله. ما أدري شنو صار، بس هدمي ثقلان، وبوجه المرايات ما أشوف أنا إنسان. وانا ونشوف وبوانت تغيير، زين. لو انها على الكاشان خرقوا علي يصير. اويل اويل. ليل بدهر فرقاك ينعد بواجي، كان طفلة ماخوذات منها التراجي. شترك ششد يا صاح كثران الجروح، وبكثر ما ونيت ما ظن والنوح. الضحك صح للناس وعلي ينكض، قطعت شو رجلي وما يقعد الحظ. جميل. الله عليك. أبوذيات. أبوذيات يقول الغيرك قلب نار ما يوجهه، وحنين الغير شخصك ما يوجهه. أنا الفقد لجلك ما يوجهه، وطحت طيحة شمس بالمغربي. جميل. يا روحي مي ورد بيدك فراشاي، على الفارق هم ثولج فراشاي. جفوني وطار بجفاهم فراشاي، وصرت صحراء وقبل بستان بي. يقول وردة رويح تداريها بساق، قلت لو بطل من اللوم بساق.
بساق جفاني ولفلك النساق بساق، وعشت موت اعتقد من قطع بيه، بغيابك عقل ويروحي شذن باي، جرحتني وقل لي بس هاي شذن باي، أذن بي هجرانك شذن باي، من الأول صاح حي على المنية لطيف عليك، ولا قلتها حسبي الله، وقلت لله بدليل حسبي الله، ما حسيت ان انت حسبي الله حسبي الله بعدك، قال انت وينك والأذية. جميل يا حبيب أستاذ، جميل جدا. الله يخليك. أبدعت يا أستاذ مصطفى وأسعدنا حضورك الله يخليك يا حبيبي. هذه القصائد الجميلة اللي حضرتك قدمتها، أتمنى لك الموفقية دائما وأبدا. أستاذ. كلمة أخيرة تحب تقولها لي كادر إذاعة الأوفياء ولكل من يسمعنا ويشاهدنا من خلال البث المباشر؟ شكرا كبيرة من القلب لك أستاذ محمد، أنت سباق يعني أنت إنسان لا توصف، وهذا رأيي يعني. شكرا شكرا لك ولكرم الاستضافة وطيب الدعوة، وللأخوة القائمين على الكواليس وإذاعة الأوفياء، وإن شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. شكرا جزيلا. الله يحفظك يا حبيبي. والشكر موصول لكم أعزائي مستمعي إذاعة الأوفياء، حتى ألتقيكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي